شوفوا لي الجمال بس بدون مواد حافظة أو ألوان صناعية. رح نحضر مع بعض اليوم الآيس كريم ب3 مكونات بس، وجاهزة معاكم ب5 دقايق حرفيا. ويا الله نكهتها شو بتشهي القلب، وكيف تكون معاكم كريمية وتتحكموا هيك بالنكهات اللي انتم بتحبوها. فكالعادة أحبائي خلينا ننزل على التعليقات نصلي على الرسول حتى أكسب أجر أنا وانتو. خذوا الفيديو مشاركة على صفحاتكم، أي وقت حبيتوا تطبقوا هالوصفة بيكون هالفيديو مرجع لإلكم. بتمنى فضلا ليس أمرا نضغط لايك هلا وإحنا عم نحضر بالفيديو ونقول بسم الله ونبدأ. في البداية عندي هون ظرف واحد من الجيلي بضيف له فقط مي سخنة بتغلي وبتركه ليبرد معانا تماما، ما بدخله على الثلاجة، بتركه يبرد بدرجة حرارة الغرفة. عندي هون ما يقارب 8 معالق كبار مليانين من الكريم شانتيه أو الدريم ويب، وبضيف لهم معلقتين من السكر البودرة وكوب ونص من الحليب البارد. ممكن تضيفوا حليب مجفف وتستخدموا مي باردة كمان بيمشي الحال. خفقت الكريمة كتير منيح لتضاعف معي حجمها، وقسمت الخليط من النص الأول أخدته وحطيت عليه الجيلي بعد ما برد معي تماما. رح أضيف عليه مكعبات صغيرة من حبات الفراولة كمكون اختياري لو بتحبوا، بخلطهم كتير منيح وبشيلهم على جنب. أما بالنسبة للنص الثاني من الكريمة ضفت له 3 معالق كبار من الكراميل الجاهز، وفيكم الكراميل اللي تحضروه بالبيت، وضفت له شوي من الشوكليت شيبس كمكون أيضا اختياري. وأنا كوني بحب الكراميل الزيادة رح أضيف بكاسات كرتون وممكن كاسات بلاستيك أيضا استخدام مرة واحدة وموجودين بأي هايبر. رح أضيف شوي من الكراميل تمام وبوزعه بالكاسات، وبنزل بكمية الآيس كريم وما بكتر يا دوبك لنص الكاسة. ممكن تلاقوا كاسات أصغر من هيك بيعطيكي كمية أكبر، ولكن الكمية اللي أنا عملتهم عملوا معي 12 كاسة بالضبط ما بين نكهة الفراولة ونكهة الكراميل. بالنسبة للآيس كريم الفراولة فرح أضيف له شوي من صوص الفراولة إذا بتحبوا، وعلى فكرة هاي الصوصات ثمنها كتير رخيص وموجودة بأي هايبر. رح أضيف بكل كاسة عود من الخشبي كيف ما عم بتشوفوا، وبدخلهم على الفريزر ما يقارب 6 ساعات لحتى يتماسكوا معي بشكل كامل. ولما بطلعها من الفريزر بحطها بين كف ايدي بين راحة ايدي لحتى هيك يتحرروا معي وتطلع معي بهذا الشكل. حقيقي 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 اشي من اللي بيشتهيه قلبكم. هاي الكراميل لحالها قصة والله العظيم يا جماعة، لو جربتوا وعملتوها بالبيت بنفس الخطوات عمركم ما رح تشتروها من برا أبدا. بس معلومة حابة نضيفها، أي نوع جيلي انتوا بتحبوه بتفضلوه فيكم أكيد إنكم تستخدموه، ليمون أناناس اللي بتحبوه. كمان بتقدروا تعملوها سادة وتحطوا قطع فواكه ولا أطيب من هيك. ولو حبيتوا تعملوا آيس كريم الشوكولاتة بتقدروا بكل بساطة إنكم تضيفوا كاكاو محلى على الكريمة مع قطعة شوكليت شيبس، يا عيني ولا أطيب من هيك. مع العلم أنا كتير حابة إنكم تجربوا آيس كريم الكراميل. أحبائي ألف صحة وعافية مقدما. لو عجبتكم هالوصفة وطبقتوها أبدا أبدا ما تنسوا إنكم شفتوها بمطبخ ملك عبد العال. ألف صحة وعافية مقدما، دمتم بألف خير، بشوفكم على خير إن شاء الله في فيديو كتير كتير قريب، وباي باي.